السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده طبعا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ماشي، والموضوع ديت لازم الكل ياخد باله منه. ليه اختيار السلالة يا جماعة؟ انا ما اروحش اختار ارنب، ماشي، لان اختيار السلالة ديت هو اللي يعني ايه، هو اللي بيعتمد على مشروع النجاح بتاع مشروع الارنب دي. عشان انا اخترت سلالة كويسة وسلالة مية مية، هتبتدي شغالة معايا كويسة، حتى عيالها هيتورثوا نفس الموضوع. عيالها هيتورثوا نفس اللي هي الصفات اللي في الام دي، ونفس الصفات اللي عند الذكر ونفس الصفات اللي عند الام. الارانب الصغيرة تتورثها. يبقى انا كده حليت عني مشاكل جامدة، واللي هي المناعة، الخصوبة، التحويل بتاع اللحم. كل ده بيعتمد على السلالة يا جماعة، والله بيعتمد على السلالة. أنا اخترت سلالة كويسة من الأول، ظبطت بقى مشروعي، ظبطت بقى دنيتي. السلالة دي هتنها معايا كويسة، هتديني خلفة كويسة، هتديني مناعة كويسة، هتديني رضاعة كويسة. وهو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، وأنا هدف اللي أنا أوصل لك المعلومة صح. لازم نكلمك على السلالة الصح. إيه هو اختيارك في السلالة، وأنا أختار السلالة إزاي، ماشي، والسلالة تتعرف إزاي اللي هي حلوة ولا مش حلوة، كويسة ولا مش كويسة. السلالة ديت عيالها هيتورثوا الصفات اللي فيها ولا مش هيتورثوا الصفات اللي فيها. احنا عندنا السلالة بنختاروها، ماشي، من السلالة اللي هي الأنواع السلالات الكويسة، وبنختاروها كايه كمنظر، ماشي، اللي هو الشكل من بره. أنا اخترت من سلالة كويسة، اخترت خلفتها. بس اخترت خلفتها ازاي؟ انا واخدتها مثلا من السلالة، بس اختار ايه اللي هو المنظر الخارجي. بعد المنظر الخارجي بقى يبقى هيجي عليها شغلها بقى. الام مثلا اخترت 10 11 15 سلالة، ماشي. ال 15 سلالة دول اخترتهم، دول اخترت حاجة من امهات كويسة، اشكال كويسة مية مية. بنشغلهم ونشوف بقى، لو لقيت واحدة فيها صفات وحشة نلغيها خالص، نمنعها، نشيلها خالص. منين؟ من عند المزرعة، عشان ما تتوهش عندي، او نطلع منها خلفة، ماشي. والخلفة دي ناخدها نشغلها تبوظ الايه السلالة اللي عندها او صفات الام. ماشي. هتقول لي يا عم طب ما انت جايبها من صفات ام كويس، ماشي، ما انا جايبها في حاجات بتطلع شاذة كده. ممكن مثلا ايه، انا مثلا بتطلع حلو، خلفه كويسه وسلالات كويسه، وتيجي في مره يا اخي تجيب واحد مش كويس، ما فيهوش صفات حلوه، نسيبه عشان هو من الام كويسه؟ لا، نشيله خلاص. ما بتيجي كده حلقه كده ايه، كل فين وفين كده بتيجي حلقه من عندها وحشه، لا نشيلها. عشان ايه؟ ما تجيش عندي وناخد منها عيال بعد كده، وتحصل عندي مشاكل بعد كده. طيب اختيار الاستلاله ايه؟ ماشي، اختار السلالة ازاي؟ انا بكلمك كده عشان بس بعرفك، وعايز اوصل لك المعلومة صح عن السلالة اللي انت بتختارها. بتوفر عندك ايه؟ بتوفر عندك مشاكل كتير، وبتشيل عندك مشاكل كتير، وبالذات يا جماعة في الخصوبة وتحويل اللحم. للناس كلها بتتكلم على اللي هي الخصوبة وتحويل اللحم والرضاعة، ماشي، والمناعة. دول اهم حاجات عندي، اللي انا نكون الخصوبة عندي كويسة، وتحويل اللحم كويس، والرضاعة كويسة، والمناعة. ما انا عايز ايه تاني بقى؟ اي حاجه بعد كده بقى، انا بقى اي حاجه ده مجهود انا بقى، كان النظافه بقى والاهتمام والكلام ده. بس انا عايز اربع الصفات دول في الارنب، اللي هو تحويل اللحم، والمناعه، والخصوبه، والرضاعه. بس والامه تبقى 10 10، الام حنين على عيالها، والدنيا حلوه ما فيش اي مشكله. طيب انا بقى عايز دلوقتي واعرف ايه عمود المزرعه عندي، يعني ايه اللي انا لازم يكون اختياري فيه 10 على 10. لو في بص حاجة بسيطة كده، عيب بسيط كده، ما ناخدهوش. هو الذكر يا جماعة، لازم يكون عند الذكر ديت هو رقم واحد عندي في المزرعة. يعني لازم لما نيجي نختار الذكر، لازم نختار ذكر ما يكونش فيه أي عيب، يكون ذكر 10 على 10. وبالذات الحاجات اللي أنا نقولها لك في الذكر دي، يعني في حاجات كده في الذكر كده لازم تاخدها بالظبط. من اللي هو ايه مثلا، انا جبت مثلا ايه ذكر ارانب اهو، او ذكر ارانب، ماشي. ايه اللي انا نجيبه فيه؟ لازم يكون الذكر ده عندي، لازم يكون لا بص، المعلومه دي بالذات والله دي بقى اللي انا بص لازم ناكد لك فيها بالظبط يا جماعه، عشان عياله يتورثوه. ما هو الذكر لما بيلقح الام، اكتر الخلفه اللي عند الام بتطلع للذكر. ممكن لو الام جايبه 10، 7 يطلع له الذكر، ماشي. في شكل الذكر، مش شرط يكون شكل في اللون، لا، شكل في الجسم، ماشي، والكلام دي، والحجم، واللي هم يكونوا بيكبروا بسرعه زي الذكر. و3 يطلعوا للام. طيب الذكر ده اهم حاجه يكون فيه، اهم حاجه في الذكر ده يا جماعه اللي هو يكون ظهره عريض. هتقول لي يعني انت سايب الدنيا بحالها وجاي تمسك في الظهر؟ ودي اهم حاجه في تربيه الارانب يا معلم.
اهم حاجة بتخلي الارنب بعد الولادة صحته كويسة، الارنب يستحمل الامراض، لان ارنب متأسس وطلع صحته كويسة عن الارنب اللي هو مبروم وتلاقي ظهره رفيع كده وفاهم زي مع اقل شوية تعب يتعب مع بعد الولادة تلاقيه سلسل وراح في داهية. الارنب اللي ظهره عريض دي ما يسلسلش ابدا بعد الولادة، بعد الولادة عمره ما يسلسل. طيب ايه هو بقى اللي انا ناخد الذكر دي هو عند امه، ماشي عند امه كده، نشوف الذكر النين اللي هو عند الام كده اللي هو تحويله بسرعة عمال يزداد كل يوم عن التاني. الارنب اللي هو زابك خواته، زابكهم في الوزن، سابقهم في لمعة الشعر والحركة والحيوية والكبر اللي هو بيكبروا بسرعة وزيادة اللحم اللي هو بيزيده. نشوف لقيت دي ذكر وعمال يتنطط كده وهو اللي بيزيد عن خواته بسرعة، خواته زايدين وكل حاجة حلوين بس هو زابكهم بشوية، لا نمسك في الذكر دي. طيب نمسك فيه اول حاجة نمسكها ونشوف ظهره، لقيت الارنب دي ظهره عريض، اعرف يا باشا اللي الخلفة بتاعته كلها ظهرها يطلع عريض زيه. مفيش حاجة اسمها ارنب من عياله هيطلع ضهرهم ايه رفيع، لا هتلاقي كل الارانب ظهرها عريض. حتى لما التاجر يجي يا اخي يمسك كده تطلع له ارانب، يمسك لو الارنب كيلو ونص، شوف اعمل ايه، لو وزنه كيلو ونص بس مسك ظهر الارنب لقى ظهره عريض، خلاص انا ناخد الارنب دي. ما هو دي اللي هو عايزه. هو الارنب لما يجي التاجر لما يجي يشتري بيمسك ظهر الارنب، لقى ظهره حلو بياخده، ما لقاش ظهره حلو بيقول لك ده مسلسل اركنه. يبقى انت بقى عرفت فوائد الذكر لما يكون ظهره عريض، عياله بتورثهم الحته دي فين. طيب انا مسكت الذكر لقيت ظهره عريض ولقيته من ورا، ماشي القفص بتاعه من ورا كده، لقيته ايه، لقيت القفص من ورا عريض. لا انا نمسك الذكر دي ما نسيبهوش، لما نمسكه كده مثلا من الحته دي لسه حياه فطام صغيره، لما نمسك من هنا كده نلاقيه عريض ونلاقي ظهره عريض ومن ورا هنا عريض، خلاص انا نمسك في الذكر دي، لان عياله والله زي ما بقول لك كده عياله كلك هيطلعوا زيه كده، ظهرهم عريض وبتاع. دي بيعمل ايه، بيزيد الوزن معاك من الارنب، بيخلي صحه الارنب حلو. الصحه لما يكون الارنب مسلسل صحته بتروح على طول يا جماعه والله. طيب دي بالنسبه للذكر، انا اخترت الذكر اللي بيكبر بسرعه عن ايه، عن خواته. يعني مثلا انا اهو اللهم صل على سيدنا محمد، بنبص لقيت الذكر ده عمال يزيد وصحته حلوه، لا ناخد الذكر دي نمسك فيه. الذكر ده تحويله بسريع، يبقى عياله هيطلعوا تحويلهم سريع زيه. شوف انا بقى بوصلك، عياله هيطلعوا تحويلهم سريع زي الذكر دي. الذكر دي لما تحويله سريع يبقى الجينات بتاعته هتتنقل لعياله، عياله هيكبروا بسرعه، هيحولوا بسرعه مع اقل اكل، هيحولوا بسرعه. ماشي، يبقى الذكر لازم يكون ايه، عريض يا جماعه من ورا، عريض من ورا وظهره يكون عريض، مش الظهر اللي هو ملفوف كده تمسكه كده تلاقيه لف، لا تمسك ده تلاقي ايدك عامله كده، شوف ايدك عامله ازاي كده، مش تمسك كده تلاقي ايدك ايه ما لف عليك، لا ايدك تكون كده. دي بالنسبه ليه للذكر، بس مش كده يعني ما فيش ذكر يعني يكون عرض كده، بس معنى كلام يعني يكون ايدك ايه مفتوحه، ما تكونش ايدك مبرومه يعني. دي بالنسبه ليه للذكر. الام برضه هناخده نفس المواصفات، الام تكون عريضه كده كده، الام حجمها مبقاش ايه كبير. يعني انا برشح ما تاخدش الام اللي هي حجمها كبير زياده عن اللزوم، ولا الام اللي هي حجمها صغير. ممكن ناخد الام اللي هي في الوسط، يعني الام اللي يكون في وسط عند عيالها عند اخواتها. ماشي، لو في واحده مثلا وزنها يعدي والكلام ده بلاش الام دي هتتعبك. ولو ام ضعيفه ما تاخدهاش، لا ناخد الام اللي هي الوسط، يكون برضو فيها نفس الصفات، لان الصفات دي مهمه عند الام، اللي يكون ظهرها عريض عشان بعد الولاده ما يحصلهاش عمليه سلسله، يبقى صحتها حلو. ماشي، يبقى الام عريضه منين، من ظهرها من فوق. ماشي، الام يكون القفص بتاعها من ورا زي ما انا وريتك كده، من ورا من هنا كده يكون ايه، من ورا من هنا كده يكون عريض. ليه؟ لما كل ما يكون عريض يبقى صندوق الولاده بتاعها كبير، ما يحصلش عندها اجهاد ايه، اجهاد ولاده والكلام ده. شوف انا بقى بندخلك فيه، ما بقولكش كنت ممكن في الفيديو نكلمك ايه على اختيار السلاله وخلاص، لا انا بعرفك احنا ليه بنختارها كده. انا بختارها من ورا عريضه ليه، عشان كل ما تكون عريضه من ورا يبقى الصندوق بتاع الولاده اللي هو الرحم وبطنها بتكون واسعه. في الواسعه دي بيحصل ايه، ما بيحصلش حاجه اسمها اجهاد حرارة عندها من الولادة، يعني ما يحصلش ايه الولادة ما عندها ما تبقاش مثلا خلفة بتكبر والمكان جوه ضيق عليهم، يحصل عندهم مشاكل. ماشي، الأم ما تستحملش، ماشي يحصل لها مشاكل تيجي ايه منزلة عيالها ميتين، أو هي يجيلها التهاب رئوي وهي بتولد تموت. ماشي، اللي هو الانحباس بتاع الولادة دي من كتر. لكن طول ما الأم بطن عندها القفص ديت واسع، خلاص ما القفص دي واسع يبقى عيال ايه، العيال من جوه مرتاحين، بيكبروا
وياخدوا راحتهم. الام ما يقعدش مثلا في 10 12 13 14 15، بيبقى الكلام ديت ايه الام مرتاحه فيه. ليه؟ الصندوق عندها واسع مريح. يبقى كده ايه كل دي منين؟ من اختيار السلاله يا جماعه. انا لما نختار السلاله زي ما قلت لكم ظهرها عريض، القفص بتاعها عريض اللي بالنسبه للام دي بيريحها في ايه؟ بيريحها في الولاده، وعيالها بيطلعوا زيه. مش ما فيش ام تكون عندها الصفه ديت، لان احنا بنتكلم على حيوانات. لازم البني ادمين لما يكون راجل طويل عياله بيطلعوا طوال زيهم، قصيرين عياله بيطلعوا قصير. نادر بقى لما تلاقي واحد قصير وعياله بيطلعوا طوال او كده. بس احنا بنتكلم على حيوانات والجينات الوراثيه بتاعتهم الخلفه بتطلع زيهم. الظهر عند الام عريض وعند الذكر عريض، بيطلعوا ايه عراض. القفص من الصندوق من ورا عريض عند الذكر، والام عياله بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا زيه. طيب لو انا عندي ذكر في الصفات اللي انا بنقول عليها الحلوه ديت، وام فيها صفات وحشه، هيطلع تلات ارباع الخلفه للذكر والربع لايه؟ للام، مفيعين زيها والكلام من دي. طيب انا ليه بقى نعمل كده؟ طب ما انا ننقي الام كويسه هي كمان عشان كل الخلفه ايه؟ تطلع بنفس المستوى دي حلو. فهو ده هدف اللي انا نوصل لك المعلومه عند الذكر وعند الام. طول ما الام وذكر، اهم حاجه زي ما بنقول الظهر يكون عريض. اهم حاجه الظهر يكون عريض، اهم حاجه يا جماعه الظهر يكون عريض. انا بقول لك الظهر ديت بيوفر عليك حاجات كتير. انا ما بتكلمش عشان تحويل لحم بس، انا بتكلم عشان مناعه، عشان صحه، عشان الام بعد الولاده ما تستنسلش منك. الام طول ما ظهرها مسنود وعريض بتولد اكنها ما ولدتش. والله لو تشوف الام اللي ظهرها عريض دي وصحتها حلوه دي بعد الولاده اكنها ما ولدتش، ماشي صحتها فيها زي ما هي. الام اللي مسلسله ديت بعد ما بتولد تلاقيها نشفت وحالتها راحت في داهيه، وعايزه 15 يوم عشان صحتها ترد وتعشر تاني. لكن الام اللي هي ظهرها عريض ديت بعد الولاده عايز تعشرها باسبوع بخمس ايام جاهزه لك، صحتها حلوه. عشرتها تاني يوم، في ناس بتعشر تاني يوم، عشرتها تاني يوم صحتها حلوه ومستحمله معاك ومستنياك. لكن الام اللي هي ظهرها رفيع دي بتروح في داهيه منك. يا رب اكون فدتكم بالمعلومه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.